صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الحلوة يا حلوين. وحشتوني كتير كتير جدا. الفيديو بتاعنا النهاردة كنت بنقل حاجتي من شنطة لشنطة، وبعدين قلت طب خليني اعمل فيديو اوريكم معايا ايه الحاجات اللي انا بحب اخدها معايا في شنطة ايدي، وازاي بحطها بحيث ان هي يعني تبقى متنظمة وما تبقاش الحاجة متبعزقة في الشنطة كده واقعد ادور كل حاجة فين. اول حاجة هنعملها وكمان بتسهل ان احنا ننقل حاجة من شنطة لشنطة ونغير الشنط، لو احنا عندنا زي مثلا ايه كيس الصغيرة كده او شنط صغيرة كده بنحط فيها الحاجات بتاعتنا، وبنقسم الحاجات كل كاتيجوري لوحدها. اول حاجة هبدأ بيها الميك اب. لو انا حاطة ميك اب باخد ليكويد فاونديشن معايا، ده مرطب للشفايف وكمان فيه لون وردي هادي جميل كده. ده بيتحط على الشفايف والخدود فاتنين في واحد، كأنه بلاش وكأنه لبستيك. سيرم ومرطب للوش، كريم للإيد مرطب. باخد البيوتي بلندر صغنطوطة قوي دي مع الفاونديشن. لو انا حاطة اللون لبستيك معين باخد الكبسولات الصغننة باخد الكبسولات الصغننة دي فيها جميع الالوان. برفيوم، اي حاجة سامبل صغير بتاعت برفيوم. لو ما عنديش سامبل صغيرة دايما عندي دي، شايفين دي اللي بيبقى فيها كده من تحت، دي بتتحط على البرفيوم يعني بنشيل الغطا بتاع البرفيوم اللي بنبخ منه وبنحط دي وبنملاها. فممكن املاها باي نوع من انواع البرفيومز اللي عندي واخدها معايا، بس لو عندي سامبل صغيرة ما بحتاجش دي. كمان باخد معايا سوليد برفيوم اللي هو بيبقى كريمي برفيوم. باخد معايا منديل معطر، ده بالعود والمسك مع بعض. ده على فكرة برضو ده ريحته حلوة قوي. باخد معايا سان سكرين وكمان بتاع العدسات، وبيبقى فيه السولوشن بتاعه عشان لو عايزه اقلع العدسات او البس العدسات على حسب. وكمان بحط المرايه الكيوته دي اللي انا بحبها جدا جدا، دي جات لي هديه من واحده صاحبتي تسلم ايديها. تمام خلاص كده صغنطوطه خالص خالص ولمت كل حاجه. ادي اول واحده. تاني واحدة كبيرة شوية بحط فيها السماعات وبحط فيها الباور بانك. باور بانك ده وايرلس، فلو هاخده للتليفون مش هحتاج اخد اسلاك معايا، لكن لو هاخده مثلا للابتوب او حاجة بحتاج معايا السلك بتاعه. على فكرة لسه فيها مكان كمان لو احنا عايزين نحط التشارجر بتاع اللابتوب، بس انا بكتفي بالاكسترنال تشارجر. الاتنين زي بعض زي ما انتوا شفتوا كده لونهم بينك، دي الوحيدة اللي لونها مختلف. اولا دي مشمع من بره ومن جوه، التانية مشمع بس من بره بس، دي من بره ومن جوه. ودي اكبرهم حجما ولونها مختلف عشان دي بحط فيها حاجات كتير، وكمان ببقى انا يعني عارفة باللون بسرعة في السريع كده انا عايزة اجيب ايه. دي بقى بحط فيها ايه؟ اول حاجة بحط فيها الستيك الصغيرة دي اللي هي بتشيل اي وبر او اي حاجة من الهدوم. ادي واحد. تاني حاجة دايما بخلي معايا 2 من تايد تو جو، ده بيشيل البقع فوري، في منه للالوان وفي منه للابيض بس اي بقعة بتاعت قهوة بتاعت كركري، اي بقعة مهما كانت يعني مستعصية ده بيشيلها على طول. فدايما بخلي معايا 2 في الشنطة. كمان بخلي دايما معايا في الشنطة دينتال فلوس اللي هو خلال الأسنان. ما بحبش إحساس إنه أسناني تبقى مش نظيفة أو إنه يبقى فيها أي حاجة، الإحساس ده بيضايقني جدا. بحط فيها الهاند سانيتايزر، بحط فيها الفيرست ايد كيت اللي هي فيها حاجات الإسعافات الأولية. ما شاء الله شايفين عاملين نحط فيها حاجات قد إيه. بحط فيها كمان حاجات للخياطة اللي هي بقى بتاعت الإمرجنسي للطوارئ، أي حاجة تحصل محدش عارف، فيبقى موجود معايا حاجة الخياطة، فيها مقص فيها ملقاط فيها دبابيس فيها الزراير جاست ان كيس، وفيها الكليبس ده مش عارفه اسمه ايه، الابر دبوس، وفيها كمان خيط. اجمل حاجه فيها ان هي صغيره خالص وما بتاخدش مكان وشكلها فيري كيوت.
بحط كمان معاها فرشة سنان ومعجون سنان، وكده دي تبقى خلاص. فاضل حاجتين اتنين ما بحبش احطهم في اي حاجة. الحاجة الاولانية اللي هي disinfecting wipes، بسيبها لوحدها بره، بحطهاش مع اي حاجة. الحاجة التانية العلبة بتاعة الفيتامينز والدواء، بحط فيها الفيتامينز بتاعتي. بحط فيها كمان مسكن عشان المايجرين، لانه انا لما بيجيلي مايجرين بيلففني حوالين نفسي، فدايما بحب يبقى عندي مسكن الحقه بدري. دواء حساسيه، مش بس عشان الرمد الربيعي، عشان انا كمان عندي حساسيه شديده جدا من الكلاب والقطط. والناس هنا بقى ما شاء الله كلاب وقطط فوق ما everywhere، فوق ما تتخيلوا. تالت حاجه بحطها برضو لوحدها في الشنطه، ما احطهاش جوه اي حاجه. ساعات بسيبها في الشنطه، ولو هحط شنطه على المكتب بتبقى في جيبي. الابي بين، الابي بين ده اللي هي حقنه الحساسيه بتاعه الطوارئ. اول ما ببدا احس ان انا بتخنق ومش قادره اتنفس، لازم فوري بقى باخد الحقنه بتاعه الابي بين دي. اذا اتاخرت يعني ممكن على ما ادور عليها في الشنطه وافتح السوسته، بيحصل لي بقى انه ايدي نفسها ما ببقاش قادره احركها، ما ببقاش قادره اتنفس، بختنق جامد يعني. فلازم دي بتكون معايا اديها لنفسي على طول. او لو اتخنقت وخلاص يعني فقدت مثلا القدره على الحركه او التنفس، لازم حد يديها لي بسرعه. فدي دايما بتكون يا معايا في جيبي يا اما في الشنطه في حته لوحدها. يعني لازم دايما بيكون معايا في الشنطه بلانر. البلانر دي انا بحبها عشان عباره عن صفحات بالشكل ده، بكتب فيها كل الحاجات اللي انا عايزاها في مكان واحد، وهكذا اقلب بتوديني على شهر تاني. وكمان معايا بلانر تانية بتكون الفورمات بتاعتها بالشكل ده. هنا مثلا بعمل سيركل على اليوم، بكتب التاريخ انا what I'm grateful for، بكتبه الافرميشن بتاعتي، الحاجات البرايورتيز اللي انا لازم اخلصها الاول، الابوينتمنتس لو عندي ابوينتمنتس، ما عنديش بلغي دي وبكمل يعني بكملها برايورتيز. تو دو ليست الحاجات اللي انا عايزه اعملها النهارده، شربت كام كوبايه ميه مثلا، لو هنا هيلث اند ويلنس مثلا همشي قد ايه مثلا، ولا الفيتامينز خدتها ولا لا، الكلام ده كله. نوتس لو عايزه اضيف اي حاجه، دودلز ساعات انا ممكن مثلا بحب ارسم حاجه معينه. هنا today's wins بحب بقى فيها اخر اليوم today's wins او reflections، يعني الحاجة اللي مثلا ايه بحب اكتب فيها، مثلا الحاجة الهايلايت بتاعت اليوم، ايه ابرز حاجة او اكتر حاجة انا حاسة ان انا يعني مبسوطة انها حصلت او انا عملتها. فدايما الاتنين بلانرز دول معايا في الشنطة. انا اصلا ما بعرفش ابدأ اليوم من غير ما اكون مخططة ومنظمة انا هعمل ايه. حتى لو على فكرة في يوم انا هاخده راحة او هاخده بس مثلا هعمل فن، لازم برضو يعني ابقى مرتبة في دماغي وعارفة انا هعمل ايه للفن ده. باخد كمان كلينكس، باخد فرشة الشعر، ولو انا مخططة ان انا هصور بحط معايا الحاجات بتاعت التصوير. بحب كمان اشيل معايا او اخلي في العربية شنطة، يعني just in case لو احتجت شنطة في اي وقت اعمل حاجة تبقى موجودة. يعني الحلو في الشنطة دي بتطبق بالشكل ده، وبعد كده بقفل عليها كده وتبقى بالشكل ده. وطبعا بحط معايا المحفظة بتاعت الفلوس. وبس كده حلوين عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. بحبكم كتير واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.